السلام عليكم. اهلا بيكم اهلا بيكم يا مشاهدين يا كرام، يا ولاد الناس الكويسين، يا احرار انتم. الله يبارك لكم الله يبارك لكم. يعني انتوا كده عملتوا حاجه مهمه والله. يعني فعلا موضوع الثوره اللي حصلت دي حاجه مهمه، والله حاجه مهمه. اكيد هتيجي في امتحانات الثانويه العامه السنه دي. تركزوا على الموضوع ده، خلوا ولادكم يركزوا. انا بقول لكم اهو، سيبهم بقى بالبرشام واللبوس والحقن والغش والكلام الفاضي ده. بعد الثوره كله لازم يعرف دوره ويعمله. سيبهم بقى كمان من قنوات الاغاني، من شاكيرا ومن بيونسيه. دلوقتي لازم كلنا بعد الثوره نرجع نسمع عفاف راضي من جديد. يعني عفاف راضي دي يعني اهم واحده دلوقتي بعد الثوره. انما بقى بيونسيه دي شاكيرا، خلونا نشجع الصناعه المحليه. وبمناسبه الست عفاف راضي برضه هي يعني اول من اكتشفت ان مصر هي امي. صحيح، يعني لو نرجع كده بالتاريخ لورا نقول هي غنت قالت مصر هي امي. حاجه سبحان الله سبحان الله، يعني حاجه مش هتلاقوها ولا في برامج تعليميه ولا بتاع ولا شاي بالنعناع. كل الحاجات دي برضو ممكن تيجي في الامتحان. امال ركزوا ما هي هتبقى فته بقى، فته. وكله بقى هيهبر هبره من الفته دي. بس والنبي اهبروا براحتكم، بس سيبوا لي حبه. الله يبارك لكم، سيبوا لي حبه من الفته. حد ابن حلال مصفي، انا يعني عارف اصله كويس، وكنت حاضر سبوعه لما امه جابته على 4 بنات. الحد ده سالني عن الثوره دي، فانا قلت له ان الثوره دي قربت الناس من بعضها، قربتهم. يعني عمالين نشوف كل يوم ايه من ايات ربنا سبحان الله. يعني واحد مثلا كان بيدخل الناس السجون ظلم ويعذبهم ويعمل فيهم حاجات زي الزفت. فينه دلوقتي؟ فينه؟ لا والله صحيح فينه فعلا ما اعرفش. يعني بقى سيادته ملقح على البورشه اهو، نايم على البلاط وبيكبوا له ميه بالليل على الارض عشان يجي له برد ويسهل مع نفسه بالليل ويجني ثمار اعماله. الله، يعني ده بقى قيام الليل بتاعه، انه عمال يهر. امال الله مش حاجه بتروح كده. اهو دلوقتي البراغيث عماله تتسلى على قفاه بتأزأز. صحيح بعد ما وصلت دمه لقيها ميته، انما هو برضه بيهرش اكيد دلوقتي بيهرش. يعني واخد لي بالك انت؟ حد تاني مثلا كان محتكر الحديد، عارفينه طبعا، بقى قياده كبيره في الحزب. طب هو كان بيعزف على البتاعه دي اللي اسمها الدربوكه دي. بيقولوا اسمها الدرامز. اسمها الدرامز يا عم، ماشي، ما غلطناش في البخاري، اسمها الدرامز. ده طب ونجيبه ليه؟ طب انا اجيب احسن شريف منير بقى ومسكه وزير اذا كانت المساله بالدربوكه، وهو كان اخر بيعزف درامز يعني اكتر من الاخ بتاع الحديد ده. انما لا، ده عند ام ترتر. عارفينها انت؟ عارفها ام ترتر؟ اسم الله على مامك، ام ترتر ام بودره. وطبعا عمرنا ما هننسى بعد الثوره العظيمه دي اللي اخته ام لالو. عارفينها ولا لا؟ ايوه ام لالو. امال كل ده عندها خلاص، عندها خلاص مفيش. الثوره كنست كل الكلام ده، واحنا بنرش فيك دلوقتي عشان الريحه طلعت. لا ولادها من كده تلاقيه كان يجي يقول لك ايه؟ سياخك طولها كام؟ سياخك طولها صح. طب فين يا عم السياخ دلوقتي بقى يا عم الحلو انت؟ اقول لك ايه بس؟ اقول لك السياخ فين؟ ما تزعلش. اقول لك فين؟ لا ما يصحش، عيب برضه. انا ما اقدرش يعني في حدود الحاجات، بس معلش يعني انا ممكن اقول برضه اللهم لا شماتة. احنا مش بنشمت يا جماعه مش بنشمت الا الشماتة. اللهم لا شماتة. الله بقى ما فيش شماتة، بس احنا بنعمل حاجه تانية، حاجه جميله. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنتشفى بس نتشفى فيه. ودي حاجه الله. يعني الناس يعني دول ياما فقعونا. الله، امال يعني مرتنا دي اتهرت. كانوا فاقعين المراره. انتوا فاهميني بقى؟ فاهميني؟ يعني العيد يفهم. يعني الله يكرمك ويبارك لك. اقول ايه بس؟ يلا اهو كل واحد بياخد جزاؤه. اقول قولي هذا، وربنا يا رب يعني يكرمنا ويخرب بيت اللي خرب بيت الناس الغلابه ومص دم البلد ويورينا فيهم موتة شجره الدر او موتة سليمان الحلبي.
طبعا مش عارفين موتة ده وده. اقول لكم انا موتة شجرة الدر ماتت بالابايب على دماغها. اما سليمان الحلبي كان راجل عظيم، بس للاسف بقى مات على الخازوق، بقى حاجه زي السياخ كده برضه، مفيش فرق بينهم يعني. متشكرين والسلام عليكم، واشوفكم بقى الحلقه الجايه. معلش انا مستعجل يعني، في سبوبه جايه لي دلوقتي، انتوا ما تكرهوليش الخير. ها يلا، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، سلام.